انت يا استاذه، يا استاذه، ماما اصحي يا ماما. في ايه فتحي؟ هو ايه اللي فيه ايه؟ في ايه؟ بصي كده في تليفونك كده جنبك، الساعه كام؟ عايز ايه؟ هو ايه اللي احنا فين؟ احنا دلوقتي احنا في ايه؟ احنا في ايه؟ في ايام ربنا دلوقتي يا يا في رمضان. اه ابسطها عليك عشان انت لسه فايقه حضرتك يا ملكه. ها؟ احنا في رمضان، والوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي وقت سحور، الساعه 3 وقت سحور. إيه؟ الناس اتسحرت اصلا، الناس اتسحرت. ممكن حضرتك يا ملكه تقومي تحضري لنا السحور؟ فتحي، انت بتزعق ليه؟ بالراحه. انا مش عايزه اتسحر، مش هتسحر انا. نعم يا حبيبتي. بصي بقول لك ايه، انزلي لي كده بس من على كرسي العرش، بس معلش يا ملكه. تمام. وتعالي لي كده. انا مالي انت تتسحري ولا ما تتسحريش؟ انا اتسحر والعيال ديت هتتسحر. ممكن حضرتك تتفضلي وتتكرمي ويعني وتتنازلي من على الكرسي العرش بتاعك السرير ده، وتقومي تحضري لنا الاطباق والحاجات اللي بتحصل في السحور دي لو سمحت. لا، بقى- مش قادره اقوم يا فتحي، ما عندكش رحمه يا فتحي، مش قادره خلاص. ادخل كلك اي سندوتش ولا اي حاجه، والعيال كده كده ما بتصومش، خلوها. لا اتكل اسيب على الله. بتصوم معايا. لا، هتفطر بكره. بقى. انا عايزه انام. طب بالنسبه ليا انا بقى. كلك اي سندوتش جوه. هو انت بارده ليه كده يا بت؟ انت بارده ليه كده؟ ما تفوقي شويه وتقومي تحضر لي في السحور. انا مش قادره اقوم، انا مش قادره اقوم، تعبانه، عايزه انام. طيب قومي حضري السحور وارجعي نامي تاني. استغفر الله العظيم، يا رب ما تزهقوناش في عيشتنا بقى. الله، ده ايه اللغة الجديدة دي؟ هو انت هما مش قالوا لي ان مراتك دي لما تبقى مراتك لما كنا مخطوبين هتعيشك في هنا وهتظبط لك السفرة بجميع الاطباق اشكال والوان وحاجات بتحبها وهتخترع لك كدابين؟ صدقتهم ليه؟ مين دول اللي ضحكوا عليك وقالوا لك الكلام ده؟ انا صحتي على قدي، انا تعبت. لا انت ما كنتش كده يا ماما. ايوه، ما انتوا جبتوا اجلي. طيب يا حبيبتي، صلي على النبي بقى. عليه الصلاه والسلام. انا هنزل لامك، هخليها تعمل لي السحور. ما تقيش كده بس يا ملكة. خلاص يا فتحي، هقوم احضر لك لا السحور. يا ماما، انا هنزل لامك، هخليها تعمل لي السحور اللي بحبه، واخليها تظبطني وتزقلطني وتزغطني وتعمل لي كل اللي انا نفسي فيه، وهسخنها عليكي يا فتحي وهخليها خلاص، تهزقك. يا فتحي خلاص، هقوم اعمل السحور. لا يا عايز ملكة. الفول بالزيت الحار ولا زلمون وخل؟ بقول لك ايه، هي طلبت في دماغي بقى ان انا هنزل وهقرص الواد ده من وراكو. انت قرصته بجد؟ لا ده بيصور. بيصوت ايه ده؟ سرحان في السقف. ميمو، عاجبك اللي بيحصل فيا ده؟ لا مش عاجبه، بتف عليك اهو. فانا هنزل وهسخنها عليك يا شيماء. على فكرة انت بتضغط عليا جامد ومش راحمني، وبتفضل تطلب مني طلبات كتير، ومفيش اي مقابل في الموضوع ده. خدامة ببلاش كده يعني. مفيش اي مقابل؟ هو ال50 جنيه اللي انا اديتها لك اول امبارح دي ومخليك قلت لك روحي شبرقي نفسك بيها كلها لوحدك، دي من غير مقابل؟ 50 جنيه وكلها لوحدي؟ طب ما تفكرنيش بقى، عشان ده كان يوم فضيحة. كان يوم انا رحت للراجل بقول له عايزة حاجات. قال لي حاجات ايه حضرتك؟ قلت له عايزة كذا وكذا وكذا، وقلت له طلع اقل ازازة برفان من اللي انا عايزاه، اقل ازازة اللي هي ب60 جنيه، وانت مديني 50 جنيه. يعني انا اصلا هو حسيت انت بتجيبي ازازة البرفان ب60 جنيه؟ ايه ده؟ ده انت رحت في ده حرام. هو ايه اللي حرام؟ ايوه انا حتى حرام، انا ما بجيبهاش كده. انا بقى ده ب20 جنيه، ب20 جنيه وبيديني فوقيها بلية من نفس الريحة عند عم فحفح بيعملها لي عم ويظبطها لي. فحفح، ده خلاصة الشرابات صح؟ لا. بيجيب لك خلاصة الريحة بتاعت الشرابات ويعملها لك هو ب20 انت ما جنيه تعرفيش عم فحفح؟ ده مشهور في المنطقة. ايوه، ما انا بشم الريحة عليك يا حبيبي. ايه رأيك هو انت بقى؟ بتفحفح فعلا في اي حتة. وب20 جنيه. اه، الازازة والبرفان اللي انت ب15 بتحطه ده والخمسة اسمه ايه؟ البلية ب5. ايه؟ اسمه يعيع او بعبع. لا البرفان بتاعك اسمه كده؟ لا، هو على اسم المحل فحفح.
بقول لك يا فتحي، خلاصة الكلام دي، خد ال50 جنيه هتلاقيها بره كده حبيبي، اديها لاي حد بيشهد، انا مش شحاتة، تديني فلوس حلوه يا ما تدينيش حاجه. خلاص هي خلصت. اديها للشحات. وهقوم احضر لك السحور. طب قومي حضري السحور. ماشي هقوم، يلا روح وانا قومي. جايه وراك. قومي طيب. لا قومي من قدام يا ملكة، ما انا البودي جارد بتاعك. قومي قومي. اتفضلي اتفضلي. ماما لا يا فتحي. واكل زبادي.